لكن نقول يا رب. تفضلي يا خالة. غالية، كيف حالك؟ غالية، هل تذكر؟ حياكي يا فلونة. نعم، هايدي. هايدي، تفضلي هايدي. حسنا، لن أطيل كثيرا، ولكن أتيت بقصة جميلة إن شاء الله. من حوالي 4 أسابيع أخي إبراهيم مررت بهم، والله العظيم كدت أن أموت، أن ينفطر قلبي، حتى أحسست بأني أتنفس من ثقب إبرة. كان هم عظيم لا أستطيع أن أقول ما هو لأنه جدا خاص، ولكنه كان هم العمر. أتعلم ما يعني هم العمر؟ هم العمر. ففي تلك اللحظة وعند سماعي الخبر لم يأتي في بالي إلا شيء واحد: صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. في تلك اللحظة بكيت كثيرا، ثم قلت: يا الله، أنت برحمتك جعلت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكفي الهموم. اللهم بالصلاة على حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام اللهم اكفني همي. وأجرى الله سبحانه وتعالى بلطفه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الإبراهيمية. من كثر ما كان هناك هم داخل قلبي وداخل قلبي، والله أخي إبراهيم كنت أذهب في بيتي وأتحرك وأنا أبكي من شدة الهول. وأنا أكرر الصلاة الإبراهيمية اليوم الأول، اليوم الثاني، والله العظيم لا أذكر إنه لم تصل إلى 24 ساعة، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى سكينة لم أعلم لها طريق. سكينة المشكلة لم تنحل، ولكن هناك سكينة في القلب وهدوء، وواظبت عليها وبقيت أذكر الصلاة الإبراهيمية. ثم من يومين هكذا وأنا في صلاة قيام الليل كنت أبكي، قلت له: يا الله، زرعت في داخل تلك السكينة وهذه رحمة منك بعبادك، وأنا يا الله عبدة من عبادك. يا الله، أنا خائفة وأنت أماني، يا الله لا تتركني لنفسي. هكذا تحدثت مع الله أخي إبراهيم، وهذا من أجمل ما في الإسلام، إنه علمنا كيف نتحدث مع الله سبحانه وتعالى. ونمت أخي إبراهيم بعد صلاة الفجر، وإذا بي أراك في المنام. أتيت لي وقلت لي حرفيا، قلت لي: غالية، قولي: اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي، اجعل ما أخافه وأحذره بردا وسلاما على قلبي، مثل ما جعلت النار بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم. والله العظيم يا أخي إبراهيم قمت من المنام، وكل ما أتى في بالي بأن اسمك كأنه الصلاة الإبراهيمية، تفسيرا للصلاة الإبراهيمية. وقلته في السجود، قلت له: يا الله يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي. والله يا أخي إبراهيم رأيت ذلك الهم كله انجلى، وأعطاني الله سبحانه وتعالى ما أردت وأكثر. يعني أذكر مرة قلت لك في إحدى مداخلاتي معك بأننا أحيانا نطلب من الله قطرة، ولكن الله يأبى إلا أن يعطينا بحرا من كرمه. أنا في تلك اللحظة عندما وصلني الخبر بكيت على قطرة، ثم أعطاني الله بحرا. أذكر أعرف ما أكثر ما أحبه في الله عندما أتناقش وأقول أخبره، أنا أحب أن أتحدث مع الله. قلت له: يا الله، أكثر ما أثر في إني قلت له: يا الله، أنا خائفة، لم أضح إلى البشر، لن يفهموني، حتى وإن ساعدوني ليس بمقدرتهم شيء أنا لا أقدر عليه. فقلت له: يا الله، أنا خائفة. هذا ما قلته، وإذا به بنفس الليلة يعطيني الدعاء الذي كان به استجابة دعوة. تعلم، عندما ركزت على تلك الدعوة
ركز معي أخي إبراهيم، انظر إليها. اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي. علم الله سبحانه وتعالى أنه عندما ضاقت بي لدت إليه، عندما أتتني الكربة لدت إليه، فهو يا ملاذي عند كربتي. اجعل ما أخافه وأحتره بردا وسلاما عليه. وفعلا كان بردا وسلاما عليه. والله يا أخي إبراهيم أنا أنصح الجميع بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كل الصيغ مباركة بإذن الله، ولكن الصلاة الإبراهيمية سبحان من جعل فيها سر لا يعلمه إلا الله وحده، فهي سريعة في استجابة الدعاء، وهذا ما أنا عشته، هذا ما أنا الله يسره لي. حسنا، والجميل وما خطر على فكري أخي إبراهيم، انظر إلى رحمة الله بنا. تخيل لو لم نكن مسلمين ومررت بأنا بهذه الكربة، أين أذهب؟ قل لي أخي إبراهيم، المكسور والذي لا يعرف الطريق إلى الله أين يذهب؟ حتى وإن شكرنا الله على هذه النعمة، نعمة الإسلام، فلا يكفيها دهورا حتى نشكره. ولن أطيل كثيرا عليكم، هذا كل ما أردت أن أقوله. ما شاء الله عليك. وهذه طبعا القصة أو الدعاء حتى ذكروا ذكرت في التواريخ أو في الكتب إنها قصة كمان الحسن البصري لما كان يبغى الحجاج ينهي حياته. ذكرت حتى القصة قبل كده ونزلتها وراح أجددها إن شاء الله. قصة الحجاج بن يوسف الثقفي اللي ما عنده أمي ارحميني، طايرة حيموت. الحسن البصري بدأ، فقلت هذا الدعاء والله والسياف هنا والجلات هنا والناس حاطين أخيار عشان الدم فقال هذا الدعاء، قال سبحان الله كأنه نسم نعم كأنه واحد رشه موية حارة موية باردة، يعني تخيل نار رشيتها موية باردة وكأنه نسم. أنا ما رفعي صوتك معلش شوية. كيف حالك طيب؟ تفضل يا أختي. الحمد لله. الحمد لله. طبعا أنا قصتي مع الاستغفار والصلاة على النبي. طيب تفضلي استرسلي، أنا بحط ميوت الله يستر. بس مو طويلة يعني، بس الله عادي بحط عشان بس تاخذي راحتك يعني، وإذا في صدى في شيء ما يخبص علينا في التسجيل. طبعا أنا كان مرة في خاطري أروح مكة كذا، أبى أروح مكة، بروح الحرم، بصلي، بدعي لأنه عندي يعني بناتي تعبانين وكذا، فأبى أروح الحرم، مشتاقة إني أروح وأدعي وأصلي وكذا. فسبحان الله ما كانت تزبط معايا. فجأة كذا جلست أصلي على النبي وأستغفر، فجأة أخوي جاني كذا فجأة، يلا مين يبي يروح الحرم معايا؟ قلت أنا أكيد إنه أنا بروح. مرة فرحت سبحان الله، رحت الحرم يوم كامل، صليت ودعيت، والحمد لله حسيت براحة نفسية مو طبيعية. يعني الشاهد من القصة إنه الصلاة على النبي سبحان الله والاستغفار شيء عظيم، مرة عظيم، يحقق لك الأمنيات. فالحمد لله أمنيتي تحققت، ورحت وصليت وانبسطت.